كنت متخيل ان انت توصل للمايك الفضي؟ أنا كان طموحي الذهبي لغاية ما وصلت له اكيد. الحمد لله. الفضي هو أنا ما كنتش يعني ما كانش في دماغي خالص، أنا كان في دماغي يا رب أوصل للأسود يعني الأسود هتعدّي المرحلة اللي بعديها الcompetition ده هتعدّي واحدة تانية، فيا رب بقى إيه، أنا أقف على بس التاني بيزغلل العين. أولًا هو الحمد لله فضل ونعمة كنت أنا أول مذيع في المذيعين اللي خد المايك الsilver. مهم. الفكرة نفسها هو شكله حلو، بس ده صعب أوي، لأ يعني ده طموح فوق الطموح، زائد إن كان في ناس هاقول لِك ما أنا قُلت لِك في صاحب بيطلّعك لفوق مهم. وصاحب بيسحبك لتحت، ففي ناس من المجموعة اللي كنت موجود معاهم اوعى تعمل ده، أنا أصل أنا دخلت بطبلة، فالناس ما مم. كانتش فاهمة يعني إيه الطبلة شفت انا الطبلة. أقول داخل بقى مم. فاللي هو يا ممدوح وشكلها وِحِش وهتقِل من المذيعين يا جماعة دي ليها أبعاد، لا، لا، لأ، هم فهموها لجنة التحكيم، مم. وفهموها الناس المشاهدين، بس أصدقائي ما فهموهاش، بس هو لأ، هو ما تعملش كده، هتقِل مننا وشكلنا هيبقى وِحِش، فقُلت لهم: "يا جماعة الطبلة دي ليها معنى، معنى إيه؟ مش أنا داخل باطبّل عشان باعرف أطبّل لأ، في تطبيل في الكلام فيودّيك في مرحلة، وفي تطبيل للكلام فيخلّيك في مرحلة، زائد أنا دخلت أطبّل، الناس سقّفت رُحت عامل كده الناس سكتت، فأصبح إن المايك ده ليه تأثير إيجابي وتأثير سلبي، أنا باعمل كده كلّكم سكتّوا فبتسمعوني، باعمل كده كلّكم بتسقّفوا وبتحيّوني، فهي في مسيطر على الموقف. في twist كده بيحصل في جزء من الثانية، مم. فاللي هو أنا مساء الخير على حضرتك كلّه سِكِت، اللي هو تحكّمت أولًا في الناس اللي موجودة، تحكّمت في الفكرة اللي موجودة، عملت حاجة مختلفة، فكانوا بيقولوا لي: "لأ ما تعملش ده." والناس قالوا لي: "لأ لازم تعمل ده." اللي هم كانوا قائمين على البرنامج قالوا لي: "أنت مقتنع؟ اعمل." هي كده في الآخر في وشِّك، نجحت فأنت اللي نجحت، فشلت فأنت اللي فشلت. فأنا باحب المغامرة، التحدي بتحب أوي، المغامرة. أوي، مم. أوي، أوي أتحدى جدًا. مين من يعني لجنة التحكيم كان ليهم نصايح معينة ليك؟ آه، اتكلم بالراحة، اتكلم بهدوء، مم. خُد نَفَسك، وخلّيك دايمًا ذو رؤية، يعني ما تبُصّش تحت رجليك، اللي هو أنا هاقرا الورق ده وخلاص، لأ، اربط الأحداث من الماضي والحاضر والمستقبل، هي صعبة. زائد إن حضرتك لازم تشتغل، الناس اللي بتتفرّج علينا مش عارفين إن المذيع 24 ساعة بيذاكر، صحيح. ده بجد مش مم. زي الممثل، الممثل هييجي له السيناريو وهيقراه وهيفهمه مم. المذيع يقرا بقى في الرياضة والثقافة والعلوم والفنون والتاريخ كل ده ملم بكل الأحداث اللي لازم، بتحصل حواليك. ما ينفعش أبقى قاعد قدّام حد باستضيفه ويسألني سؤال وأقف فيسأل سؤال تاني ما ينفعش، مم. لأ أنت هتسألني لازم حتى أكون مُلِم بالموضوع اللي هاتكلم فيه بأبعاده التاريخية والحاضر بتاعه، عشان ما ينفعش تبقى أجوف، لازم تكون مليان، وده بقى بييجي على الدماغ، فتلاقيكِ 24 ساعة باصة للسقف، اللي هو طب 1900 ومش عارفة كام، بتقعد لأ بس أنتِ مم. لازم تكوني حاضرة، الارتجالية طبعًا جميلة بس بموضوعية، مم. حاجات كتير بقى اللي هو مذاكرة مستمرة، المذاكرة المستمرة صحيح. دي صعبة، مرهقة أنت أصلًا بتحب المذاكرة والّا لأ؟ خالص. أصلًا. خالص بس يعني حِب ما تعمل كي تعمل ما أنت تحب. بتقنع نفسك. ما هو عشان أبقى قاعد قدّام حضرتك إمم. دلوقتي وأوصل للمكانة اللي أنا تعملي معايا لقاء، يبقى أنا اشتغلت لأ، ده كويس. شرف ليّا لأ طبعًا ومن ربنا يخلّيك حظي. ربنا يخلّيكِ. يبقى أنا اشتغلت كويس على نفسي. وصلت لمرحلة إنّكم تستدعوني، فأنا جاي أقعد فأتكلّم معاكِ، أكيد طبعًا. فلأ أنا كده كويس، أنا كده ناجح مش اهم. ما فشلتش، نجحت. نجحت اللي أنا وصلت اللي أنا أودّي رسالة الناس يشوفوني فيقولوا لأ إحنا عايزين ده.